أخ من سوريا يقول: نريد من فضيلة الشيخ أن يعطينا منهجية لطالب علم الحديث دراية ورواية. علم الحديث يعسر أن يستقل به إلا الفحول والكبار أصحاب الهمم العالية العصاميين، ولكن الأصل في طالب علم الحديث أن يبحث له عن مسترشد، ولا يمكن طالب علم الحديث أن يكون طالب علم حديث وهو لم يقرأ الصحيحين والسنن الأربعة. لابد من قراءة الصحيحين والسنن الأربعة على الأقل. والإمام أحمد شاكر رحمه الله في مقدمة تحقيقه لجامع الترمذي، وكان والده عالما وقاضيا الشيخ محمد أحمد شاكر، وكان أخوه أبو فهر محمود أديبا. يقول: طلبنا العلم على الوالد، علمنا الوالد، قال فقرأنا عليه القرآن والتفسير ابن كثير، وقرأنا عليه الكتب الستة صحيح والسنن الأربعة. قال ثم ملت أنا للحديث ومال أخي للأدب. يعني بعد ما قرأنا القرآن صحيحين سنن الأربعة أنا ملت للحديث وأخي مال للأدب. إخواني، الكتب ما تنتهي، الكتب ملايين بل عشرات الملايين. كل هذه الكتب مأخوذة من القرآن والسنة، والسنة مدارها على صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الأربعة. فلماذا تبقى تأخذ من الجداول وتتعب؟ خذ من النبع يا طالب العلم. إذا أردت تنظم حالك وتتقدم وترى لنفسك فضل، فأن اقرأ القرآن تفسير، خذ تفسير موجز، تفسير متوسط، تفسير مطول، واقرأ الصحيحين وكتب السنن الأربعة. حينئذ لو أنك هذا المقدار يتوزع في مجلدات قد تصل بعشرات الألوف. وإلا إذا تركت النبع وتركت الأصل وبقيت تشتغل في الجداول والفروع ما تنتهي. لكن لابد قبل القراءة أن تكون عندك الآلات، فهم في النحو، تفهم على مراد المؤلف ليس على مرادك، أن تفهم عبارات العلماء، تعرف أحكام الحكم على الأحاديث. ولذا تحتاج لشيخ، وتحتاج إلى مجلس علمي مع شيخ، وتحتاج إلى مجلس مذاكرة مع أقران. يعني تجلس أنت وأقرانك 3 4 من أحبابك وأصحابك، تجلسوا بدل ما تسولفوا قرأوا لكم شوي في التفسير، شوي في الحديث، باب في البخاري، باب في مسلم. وقل لك في بداية المجلس كان عمله ديمة، داوموا على هذا. والله بتقرأ الكتب الستة بالمذاكرة. بس بعض الناس بطالين، بعض الناس بيقول معك 10 ساعات ويكتب باطل وبغيبة ونميمة ومعاصي، لكن لما تقول له تعال نقرأ القرآن بيطير، أو تعال نقرأ حديث ولا بيتحمل يبقى معك 10 دقائق. هذا الصنيع أنت تعرف الصاحب الحقيقي من هو، مين صاحب. فلو كل واحد له صاحبين 3 وجلسوا وأحيت مجالة المذاكرة تقدمنا في العلم. يعني العلم ليس فقط في مجالة المشايخ، في شيء يسمى في العلم مجلس المذاكرة. شو مجلس المذاكرة؟ يعني أقران يجتمعون فيما بينهم فيملؤون وقتهم في المذاكرة، والمذاكرة كما قلت تكون في مثل هذا الباب.